ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده بقى ايه، ما كنتش عارفه اعمل اكل ايه، وعيالي مدوخيني، كل ما اقول لهم على اكل مش عايزيني اعمل اكل وعايزين ياكلوا حاجات ناشفه. فرحت نازله السوق وجايبه لهم، قلت هعمل لهم بزله. كان عندي بزله مفرزاها في الفريزر. رحت مطلعه كيس بزله وطماطم اللي انا مفرزاها اهي، وجبت لهم فرخه وقلت هعمل لهم فرخه ورز وبزله، ويا رب يعجبهم ان شاء الله. وهخليه وهعمل لهم عصير مانجا كمان كنت مفرزاه اهو، يحلوا بيه. ويا رب تكون الطريقه بتاعتي كمان سهله في 5 دقايق وتعجبكم ان شاء الله. طريقه سهله جدا كمان للبنات اللي هم العراس المبتدئين اللي لسه بيتعلموا الطبيخ وكده. يا رب لو شايفيني لاول مره ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد، وتعليق حلو كده منكم على الفيديو. اول حاجه هناخد الفرخه بتاعتنا نغسلها حلوه قوي ونقطعها ونرجع لكم نقول لكم هنعمل ايه. كده خلاص غسلت الفرخه بتاعتي كويس قوي ونضفتها حلوه قوي وشلت منها الزفاره، وحبه ملح كده والليمون وحبه دقيق صغيرين وتغسلي بيهم غسله حلوه قوي كده عشان تشيلك الزفاره من الايه، من الفراخ. دلوقتي بقى هجيب حله احط فيها ميه عشان اعمل الشوربه عشان اسقط فيها الفرخه. يلا بينا نحط الحله، ولما الميه تغلي ننزل بالفرخه بتاعتنا. حطيت الحله ولما الميه غليت عندي بقى ورق لوري وعندي حبهان مطحون وعندي ايه تاني، وعندي مرقه ماجي وحبه فلفل اسمر. هو ده بس اللي انا هحطه على الشوربه. هحط ايه تاني؟ هحط بقى انتي لو عندك طماطمايه تحطيها، عندك جزرايه حطيها في الشوربه، بصلايه، كل ديت حاجه مفيده لعيالك. يعني على الاقل تحط لهم اي حاجه مفيده كده في الاكل، بدل الاكل اللي بياكلوه في الشارع وكده، اكل مش كويس. وهم بقى بيحبوا عشان بيروحوا الدروس وبيروحوا الكليات، فبيحبوا ياكلوا من الحاجات اللي هي بره اللي موجوده بره ديت. فاحنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل لهم اي حاجه مفيده في البيت يستنفعوا بيها بدل الحاجات اللي من بره. عندي جزرايه وطماطمايه وعندي بصلايه هنزل بيهم. دلوقتي بقى هجيب الفراخ بتاعتنا وانزل بيها هي كمان واسيبها بقى تغلي واروح اعمل البزل. دلوقتي بقى اول ما نزلت بالفراخ سبتها بقى عشان تستوي من نفسها. دلوقتي جبت بصلايه حلوه كده ومعلقتين سمنه وهبتدي بقى احمرها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتنا عشان اعمل البزل. يلا بينا. نزلت بالطماطم بتاعتنا اللي انا مفرزاها زي ما انتم شايفين. هبتدي احط بقى البهارات بتاعتنا. عندي ملح، فلفل اسمر، كمون، عندي شويه بابريكا، شويه توم باودر، وعندي مرقه ماجي. هنقلب بقى كله كده مع بعضه ونسيبها بقى ايه تتسبك شويه ونرجع لكم تاني. هبتدي بقى انزل بالبزله بتاعتنا. واسيبها تستوي واروح بقى ايه اعمل الرز سريعا كده. دلوقتي بقى هنعمل رز بشعريه. حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت ونزلت بالشعريه زي ما انتم شايفين. اول ما احمرها هنزل بقى بالميه وبعد كده هنزل بالرز بتاعنا. اغسل الرز وارجع لكم تاني.
دلوقتي طلعت الفراخ وعملت لها بقى ايه صلصه كده زي ما انتوا شايفين، حطيتها على الوش، وبعد كده ايه هاخدها وادخل بيها على الفرن. خلصت الاكل وخلاص كله تمام كده، وهحط الاكل. قالوا لي لو عندك بقى ملوخيه اعملي لنا طبق كده من ايدك الحلوه. كان عندي بقى كيس ملوخيه في الفريزر، رحت مطلعاه وهعمله لهم. يلا بقى هعمل ايه، يلا زي بعض. ما عملنا التومه، ورحت جايه حاطه طماطمايه كده صغيره بتديها طعم حلو كده، ورحت نازله بالشوربه بتاعتي. اول ما غلي هنزل بقى ايه بالملوخيه. واحلى طاجن ملوخيه. ايه رايكم بقى الجمال دوت؟ يلا بقى نحضر الاكل ونقدمه. يا رب يكون الغدا والفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم نوعات مطبخ ايموني. باي باي.